طريقة عمل سندوتش المسقعة الاكسلانس. معانا عيش بلدي جميل، بحط هنا بص كده جميل، احلى سندوتش مسقعة تعمليه ببيتك لاولادك وجوزك. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة وحلوة اهو يا جميل. وتروحي مدياله ايه معلقة طحينة بلدي كده، وتروح حطاله ايه قشطة كده يا قشطة. احلى طريقة عمل سندوتش المسقعة او الاكسلانس زي ما هما بيسموها اهو يا قشطة. حاجة بسيطة تقدري تعمليها لأولادك ساعة الصبح او ساعة الفطار، دي بتتاكل في اي وقت. المسقعة الاكسلانس دي تتاكل في اي وقت، وهي عبارة عن بطاطس مقلية بدقة التوم وبتنجان اهو يا قشطة. شايفين الجمال؟ بدل ما تشتريه من بره طب ما تعمليه في بيتك اهو. حاجة جميلة وحلوة. معلقة طحينة كده، وتروحي مدياله ايه قرن فلفل حلو كده، حاجة تفتح النفس. يعني انت لو عملتيها الصبح جوزك هيقولك الله ينور عليك، هيبقى يوم سعيد عليه اهو. بسم الله ما شاء الله. والطريقة عندكم انا عامل طريقة عمل كباب الغلابة. هي دي كباب الغلابة، اجمل طريقة عمل مسقعة اهي قشطة. حاجة جميلة، وانا عامل الطريقة دي من غير ما تشرب ندعة زيت. طريقة جميلة، ممكن تخشوا الفيديو الحلقة اللي قبل دي. فقلت اما اعمل ايه سندوتش الاكسلانس اللي هو مشهور في اي مطعم. شايفين كده يا جمال؟ شايفين الجمال ونعمة ربنا علينا. بسم الله ما شاء الله. شايفين السندوتش اهو مليان، انت اللي تقدري تعمليه لاولادك، تعمليه لنفسك، تعمليه لاي حد من ولادك. وتروحي مدياله ايه حلاوة الاكلة دي انها تبقى سبايسي شوية. شايفين الجمال ونعمة ربنا علينا؟ بسم الله ما شاء الله. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. طريقة عمل سندوتش المسقعة او الاكسلانس زي ما هما بيسموه في المحلات اهو يا جميل. وتحطي معاه الحاجات دي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. طريقة عمل مسقعة اهو في البيت او الاكسلانس، حاجة جميلة وحلوة وولادك بيحبوها اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ طبعا دي بينزل، دي بيتاكل الصبح او العصر، يعني حسب التوقيت زي ما انت عايزة. يعني بيتاكل في اي وقت. بيتاكل معاه ايه يا قشطة؟ ادي الفطار اهو. يعني ينفع سندوتش الاكسلانس او سندوتش المسقعة بيتاكل في اي وقت. شايفين الجمال والحلاوة؟ بسم الله ما شاء الله. ادي سندوتش الاكسلانس، انا حبيت اعمله لكم وانزله لكم حلقة علشان اخواتي اللي عايز يعمله. طبعا الطرش والمخللات الحاجات دي بتتاكل جنبه. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم. ازاي تعملي مسقعة الاكسلانس. طبعا عندكم موجودة الحلقة اللي قبل كده، شوفيها بالكامل. وانا عاملها ان البتنجان ما بيشربش زيت. تمام كده يا قشطة؟ يلا في رعاية الله وامنه في حلقة قادمة.